اهلا بيك في تاني حلقه من اقوى كورس ايديومز ومصطلحات من الافلام. لو مش مصدقني تعال اثبت لك بس بعد الانترو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسمي كرولوس ودي قناه ديميستيفاي انجلش على اليوتيوب. لو انت من الناس القديمه معايا فانت اكيد عارف ان دروس الكورس ده مرتبه بعنايه شديده بحيث ان الحلقات كلها تخدم على بعض. ولو انت لسه ما انضمتش لعيلتنا المتواضعه يا ريت تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان ما تفوتكش دروس الكورسات اللي على القناه. قبل ما نبدا حابب اشكر الناس المحترمه اللي بتعمل كومنتات جميله، وحقيقي الناس دي بتشجعني اني اكمل. ولو انت بقى اول مره تشوفني ارجح لك انك تشوف الحلقه الاولى او حلقه المقدمه من الكورس ده، هتظهر لك حالا في جنب الشاشه عشان شرحت فيها كل التفاصيل. بس سريعا كده، في الكورس ده هعلمك مصطلحات عاميه وكلام افلام، وبما انه كلام افلام كل الشرح هيكون من الافلام والمسلسلات، غير طبعا الشرح الخاص بالقواعد والنطق وهكذا اللي انا هقدمه لك. يعني بفضل الله حاجه متكامله. انا اكتفي لك من على الشاشه عشان كل تركيزك يكون على المحتوى، بس ما تنساش لما تشوف علامه الميكروفون دي توقف وتردد، لان ده هيساعدك ان ينقل مستواك في الاكسنت لمستوى تاني خالص. يلا نشوف معناه. It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. المصطلح هو raining cats and dogs. الترجمة الحرفية تمطر قطط وكلاب، بس احنا اتفقنا اننا ما نترجمش بشكل حرفي. المعنى انها تمطر بغزارة. هتقولي طيب ليه بنقول انها بتمطر قطط وكلاب؟ تعال احكي لك القصة، بس لو مش عايز تسمع القصة ممكن تقدم الفيديو لحد الدقيقة اللي هتظهر قدامك على الشاشة. زمان في بريطانيا وخصوصا المناطق الريفية كانت القطط والكلاب بتنام على أسطح البيوت اللي كانت أيامها معمولة من القش بشكل عام من أجل الدفء والحماية، وطبعا لأن كمان القش بيدفي في العموم. ده غير الحرارة كمان اللي كانت خارجة من البيوت واللي كانت بتتسرب من القش، وبالتالي الحيوانات تكون دفيانة. بس لما المطر بتنزل بغزارة الحيوانات دي ما بتقدرش تنام في القش ولا تستخبى، وكانت بتتزحلق وتقع من القش، ولو ما اتزحلقتش كانت بتنط بنفسها لأنها بتكون خايفة. فالناس كانت تبص من الشبابيك تلاقي القطط والكلاب دي بتنط أو بتتزحلق وتقع، فالمنظر كان كأن السما بتمطر قطط وكلاب. وبس يا سيدي، من هنا بدأ التعبير ده. لو مش حاببني بقى أحكي لك حاجات زي كده تاني يا ريت تقولي في الكومنتات، لأني مش حابب أضيع وقتكم. It's raining cats and dogs. 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 Break a leg. Break a leg. Break a leg. المصطلح هو break a leg. break a leg. طبعا انت عارف ان كلمة break يعني يكسر وده فعل، وكلمة leg يعني رجل او احد الارجل اللي هو رجل من الرجلين يعني بتوعك. طبعا انت هتقول هو يقول يكسر القدم او الرجل، هقول لك ما تترجمش حرفي. المعنى هو حظ موفق او بالتوفيق. لو لسه بتسأل ليه كده او ليه بنقول كده فتأكد تماما ان ليها قصة ورا التعبير ده، بس طبعا مش حابب اضيع وقتكم واحكي لكم قصص الا لو حضراتكم طبعا تحبوا، وفي الحلقة دي عرفوني وانا باذن الله هتضمن دي في الحلقات الجاية. تعال انا بقى اديك مثال من عندي. You have an exam tomorrow, break a leg. You have an exam tomorrow, break a leg. You have an exam tomorrow, break a leg. عندك امتحان بكرة بالتوفيق. طبعا exam يعني امتحان او اختبار، وtomorrow يعني بكرة او الغد، وطبعا قلنا break a leg يعني بالتوفيق. Break a leg. Break a leg. Break a leg. You should say break a leg. You should say break a leg. You should say break a leg. Piece of cake. Piece of cake. Piece of cake. المصطلح هو piece of cake. piece of cake. الترجمة الحرفية قطعة كيك، بس انت خلاص بقى خدت على الموضوع وعارف اننا ما نقصدش كده. المعنى شيء سهل جدا. فاكر لما قلت لي انك عندك امتحان بكرة وانا قلت لك بالتوفيق لما قلت you have an exam tomorrow, break a leg؟ تخيل انت بقى رحت الامتحان تاني يوم ولقيته سهل جدا ورجعت تقول لي
The exam was a piece of cake. The exam was a piece of cake. الامتحان كان سهل جدا. It's nothing, that's a piece of cake. It's nothing, that's a piece of cake. It's nothing, that's a piece of cake. هو هنا قال له that is nothing. That's a piece of cake. That is nothing. That's a piece of cake. كلمة nothing معناها لا شيء أو ولا حاجة. الاتنين مع بعض that is nothing يعني حاجة تافهة أو لا شيء يعني ولا حاجة. فهو هنا بيقول له دي ولا حاجة، دي سهلة جدا. بغض النظر بقى عن وش اللي باظ، تعالى ألفت نظرك لحاجة في النطق بتاعه. هسمعك الفيديو مرتين كمان وقول لي ملاحظ ايه. It's nothing, that's a piece of cake. It's nothing, that's a piece of cake. It's nothing, that's a piece of cake. ها ملاحظ ايه؟ تعال انا اقول لك في الجزء الاول من الجمله لما قال that is nothing that is nothing، شايف هو اختصرها ازاي؟ ما قالش مثلا that is nothing، مع اني عارف انك اتعلمتها كده، بس زي ما قلنا محدش بيتكلم بالشكل ده. وفي الجزء الثاني من الجمله لما قال that's a piece of cake that's a piece of cake that's a piece of cake that's a piece of cake، ملاحظ ازاي خطفها تاني؟ مش كده بس، ده كمان لضم معاه حرف ال A اللي بعديها وقالها كده that's a piece of cake that's a piece of cake، كأنها مكتوبة كده. طبعا أي حد مش متحدث اللغة هيقولها كده that is a piece of cake that is a piece of cake. بس تاني دي مش السرعة الطبيعية، وأنا هنا عشان أقول لك الاختصارات دي عشان تفهم الناس وعشان أنت كمان تستخدمها في محادثاتك. It's nothing, that's a piece of cake. It's nothing, that's a piece of cake. It's nothing, that's a piece of cake. Well, the ball's in his court now. Well, the ball's in his court now. Well, the ball's in his court now. المصطلح هو the ball is in his court. The ball is in his court. الأول تعال أقول لك معنى كلمة court لأن ليها أكتر من معنى. المعنى الأول هو المحكمة، أي قاعة محكمة بنقول عليها court. والمعنى التاني هو الملعب، ملعب كرة القدم أو البيسبول بنقول عليها برضو court. وطبعا كلمة ball يعني كرة، فهو هنا بيقول له حسنا الكرة الآن في ملعبه. طبعا انت بتشبه على المصطلح ده لاننا عندنا نفس المصطلح في لغتنا العربية، والمعنى بالانجليزي زي المعنى بالعربي بالظبط. الكرة الان في ملعبك يعني القرار بقرارك، وبنقول his court يعني ملعبه. طبعا ممكن نغير مثلا ونقول the ball is in her court. The ball is in her court. الكرة في ملعبها. او اقول لك I have done everything I can. Now the ball is in your court. I have done everything I can. Now the ball is in your court. لقد فعلت كل ما بوسعي. الكرة الآن في ملعبك. الأمر عائد ليك أو الأمر متروك لك، يعني إنك تقرر اللي هتعمله. وعلى فكرة خد بالك أنا اختصرت، ما قلتش I have done، أنا قلت I have done everything I can. بص بنلضم الكلام مع بعضه، ما بنقولش كل حاجة لوحدها زي ما أنت متعود في المدرسة. You hit the nail on the head, sir. You hit the nail on the head, sir. You hit the nail on the head, sir. المصطلح هو hit the nail on the head. hit the nail on the head. الجملة دي محتاجة شوية شرح. تعال الأول أشرح لك معنى كل كلمة لوحدها. الأول كلمة hit ده فعل معناها يضرب، إنك تضرب حاجة بإيدك بمطرقة مش مهم، المهم إنه معناها يضرب. أما بقى كلمة nail ليها أكتر من معنى. الضافر بتاع إيدك ده أو رجلك اسمه nail، وكمان المسمار اللي شكله كده اسمه nail. وعلى فكرة هو ده المعنى اللي معانا هنا. وكلمة head يعني رأس. هتقولي يعني في المثال اللي معانا ده الراجل كان يقصد يقول أنت تضرب المسمار على الرأس؟ هقول لك لأ، أنا شرحت لك معنى كل كلمة لوحديها، أما المصطلح نفسه فمعناه أصبت الهدف. هتقولي يعني إيه برضو أصبت الهدف دي؟ عارف لما بكون بوصف لك أو بحكي لك حاجة وبعدين أنت تفهمها قبل ما أكمل وأنا أقول لك بالظبط كده، أهي بالظبط كده معنى المصطلح ده، أصبت الهدف أو بالظبط كده، اللي هو أنت جيت على الجرح يعني. ففي المثال ده الراجل كان يقصد يقول له بالظبط كده، أو أنت أصبت الهدف يا سيدي. You hit the nail on the head, sir. You hit the nail on the head, sir. You hit the nail on the head, sir.
Somebody hit the nail on the head. Somebody hit the nail on the head. Somebody hit the nail on the head. I think you've hit the nail on the head. I think you've hit the nail on the head. I think you've hit the nail on the head. Out of the blue. Out of the blue. Out of the blue. المصطلح هو out of the blue. out of the blue. كلمة blue يعني أزرق، ولما بتقول إن حاجة out of حاجة يعني من الخارج من. مثلا I live out of Egypt. I live out of Egypt يعني أنا أعيش خارج مصر. طيب نرجع لكلامنا. هو هنا ما يقصدش خارج الأزرق، دي ترجمة حرفية. معنى المصطلح ده فجأة بدون مقدمات، إنك تعمل حاجة فجأة كده ومن غير مقدمات، دي معناها out of the blue. فهو هنا في الفيديو ده قال له أيوة فجأة كده من غير مقدمات. Out of the blue. Out of the blue. Out of the blue. You turn up out of the blue, and now everybody's dead. You turn up out of the blue, and now everybody's dead. You turn up out of the blue, and now everybody's dead. Someone appears out of the blue and drops something in his drink. Someone appears out of the blue and drops something in his drink. Someone appears out of the blue and drops something in his drink. Virginia, bite the bullet. Virginia, bite the bullet. Virginia, bite the bullet. المصطلح هو bite the bullet. bite the bullet. كلمة bullet يعني رصاصة، وكلمة bite ودي فعل يعني يعض، إنك تعض حاجة بسنانك. المعنى الحرفي هو فيرجينيا، ودي اسم الست اللي في المشهد معانا. فيرجينيا عضي الرصاصة، بس مش ده المعنى اللي بندور عليه. الراجل يقصد يقول تحملي الموقف واجهي الصعوبات. يعني المصطلح ده تحمل الموقف ومواجهة الصعوبات. أيوة الله يفتح عليك، بالظبط كده. تقدر انت بقى تقول لي ليه بنقول كده؟ سيب لي الإجابة تحت في الكومنتات لو تعرف. Virginia, bite the bullet. Virginia, bite the bullet. Virginia, bite the bullet. Bite the bullet, pal. It'll be okay. Bite the bullet, pal. It'll be okay. Bite the bullet, pal. It'll be okay. I'm afraid we'll just have to bite the bullet on this thing. I'm afraid we'll just have to bite the bullet on this thing. I'm afraid we'll just have to bite the bullet on this thing. طيب انت وصلت معايا لنهاية الدرس، انا فخور جدا بيك. دلوقتي هيظهر لك على الشاشة واجب، عايزك تحله وتسيبه لي تحت في الكومنتات عشان نصححه مع بعض الحلقة الجاية. طب انت وصلت معايا لنهاية الدرس، انا فخور جدا بيك. دلوقتي هيظهر لك على الشاشة واجب، عايزك تحله وتسيبه لي تحت في الكومنتات علشان نصححه مع بعض الحلقة الجاية. ولو فاكر ان الموضوع صعب، لو سمحت bite the bullet واعمله. شكرا جدا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.